تعالى تعالى. زهقت انت من كلامنا على الزيت والميه؟ قعدت تقول لي انت بتتكلم كتير على الزيت والميه، اديني عمال اقول للناس على الزيت والميه وبرده مفيش فايده. بص بقى الحاله اللي معانا النهارده دي حاله جديده بقى. بص الناس وصلت لغايه مرحله ايه؟ بص التاكل اللي حصل في الكامه قد ايه بسبب الزيت وبسبب السخونه. طب بص على الكروبه اللي بعد منها، بص الكامه حصل فيها ايه؟ اتكسرت بسبب ايه؟ العميل ده بيمشي على الزيت ال 10000 بيمشي عليه 15000، مش مهتم اصلا بموضوع الزيت، ما بيبصش على الميه اصلا. في يوم من الايام حصلت عنده مشكله سخونه، سخنت منه العربيه، برده ما بصش على الموضوع وخد الموضوع باستهتار. وصلت معاه في يوم من الايام وهو ماشي بالعربيه بتاعته للمرحله اللي انت شايفها دي. طبعا المرحله اللي انت شايفها دي الكرسي بتاع الكامه نفسه، بص حجم الدمار اللي حصل في الكرسي بتاع الكامه. تخيل الدمار حصل ازاي. بص حجم التآكل اللي حصل بسبب السخونه وبسبب قله الزيت. كل ده تآكل، كل ده ديفليكشن حصل. بالتالي هل ينفع ان الكامه دي تشتغل تاني وهي حتتين بالمنظر ده كده؟ هل ينفع ان انا اجيب كامه تاني واشتغلها؟ طبعا زي ما انت عارف ان التآكل ده برده سمع في قلب وش السلندر، يعني وش السلندر ذات نفسه اللي بيقعد عليه الكامه حصل فيه ديفليكشن، وبالتالي التآكل اللي حصل ده انا ما ينفعش ان انا اعوضه باي شكل كان. الحل الوحيد في الموتور ده كان ان احنا نغير موتور. يا جماعه غيار الزيت مش هيكلفك اكتر من 1200 جنيه 1300 جنيه، لكن غيار الموتور بيكلفك النهارده حوالي 20000 جنيه. وكده كده هتغير زيت، وكده كده هتعمل شغل ميه وغصب عنك مش بمزاجك. فانت اضطريت النهارده ان انت تحط تكاليف اكتر من اللي انت في الطبيعي ممكن تعملها باضعاف الاضعاف. وكل ده ليه؟ عشان حضرتك بتهمل في الصيانه وبتهمل في تغيير زيتك وبتهمل في الميه الملونه اللي انت بتحطها للموتور بتاعك. بعد اذنك اهتم بالموتور بتاعك اكتر من كده، اهتم بالزيت بتاع الموتور بتاعك واهتم بالميه. عربيتك لو اشتكت منك روح وديها الصيانه. عربيتك لو طلعت لك تشيك انجن او سخنت او لا قدر الله حضرتك مش فاكر انت مغير زيت امتى او مش عارف الزيت اللي حاطه ده هل ده براند محترم ولا لا، او مضروب او مش مضروب، فبعد اذنك ارجع غير زيت باسرع وقت. كل ده عشان تحافظ على موتورك. موتورك النهارده وصل 20000 جنيه، ودي عربيه استرا 2013 لغايه 2018، فبعد اذنكم اهتموا بموضوع الزيت. علشان كده احنا دورنا ان احنا نوعي العميل او نقول للعميل ازاي يختار زيت عربيته. احنا بكره ان شاء الله هننزل لكم فيديو كامل عن كيفيه اختيار زيت الموتور المناسب لعربيتك، زيت الفتيس المناسب لعربيتك، ولزوجه الميه المناسبه لعربيتك. الكلام ده احنا عاملينه لكم فيديو، فانت تقدر حضرتك تختار المناسب لعربيتك سواء كانت عربيتك اوبل او غير اوبل. الكلام ده يا جماعه احنا تعبانين فيه جدا، وان شاء الله يا رب ينال اعجابكم. وباذن الله من بدايه من الادوار النهائيه بقى في كاس العالم انتظروا مفاجات مستشفى الاوبل، وانتظروا العروض بتاع مستشفى الاوبل والمسابقات اللي هتحصل، وان شاء الله نشوفكم المره الجايه. باي باي.